هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام ورمضان كريم. ومن ضمن بقى التفريزات وأهم الحاجات وأهم من الصلصة وأهم من الكلام ده بجد بجد بالنسبة لي هو التوم. فاحنا دلوقتي عندنا التوم نازل بسعر حلو جدا. تمام. وكمان هو ده الموسم بتاعه، فهو طري جدا كمان، مش التوم بقى الناشف الجامد، لا ده توم طري. توم بناتي يعني. تمام. احنا بنقشر التومة، بنشيل بس القشرة الكبيرة اللي بره، وبنبدأ ان احنا نقطع التوم كأننا بنقطع تفاح مثلا كده او طماطم، بنقطعه حتت، مش بنبدأ ان احنا نفصصه. لان كل غلاف ابيض خفيف موجود فوق التومية. كل فص يعني ده طبعا بيبقى طري جدا وبيتضرب عادي مع التوم وبيدخل في الاكل وبيبقى زي الفل. ما فيش منه اي حاجة يعني. بالعكس ده بيبقى لذيذ جدا جدا، وفي ناس كمان بتقشره عشان تعمل منه التوم البودر. تمام كده. فاحنا هنا بس بوريكم ان انا باخد التوم دي، كمية دي كانت معايا حوالي 2 كيلو، فانا هقسمهم على 4 ضربات، يعني كل ضربة في الكبة نص كيلو. علشان كل مقدار نص كيلو هقول لكم تحطوا له مقادير قد ايه بالظبط بالظبط من المواد اللي هتحفظه، لان احنا النهارده هنعمل توم للتفريز. تعينيه بقى في باب التلاجة، تعينيه في الفريزر، هيمشي معاكي في كل حاجة. ولو قعد معاكي في التلاجة حتى مش هيجراله اي حاجة ابدا. جبنا التوم وقطعناه بالتقطيع اللي انتوا شايفينها دي، وهنبدأ ان احنا نحطه في الكبة ونضربه الضربة الاولانية. واول ما يتضرب معانا كده يبقى باين شوية، نبدأ ان احنا نحط معلقة مليانة من السكر على النص كيلو، معلقة مليانة من السكر، معلقة مليانة من الملح، معلقة صغيرة معلقة الشاي سكر ومعلقة الشاي ملح، وكمان معانا معلقة كبيرة كده مليانة من الخل. وانا هنا بس الازازة بتنزل بالراحة يعني، فلكن احنا حطينا بمقام معلقة كبيرة مليانة خل، وكمان معلقة كبيرة مليانة زيت، زيت اكل اي نوع عندك. تمام كده. فاحنا عندنا هنا 4 حاجات مهمين جدا في تخزين التوم. مش فكرة ان احنا يعني بنفرم التوم ونعينه زي ما هو، لا طبعا بيبقى فيه مواد حفظ. لازم مادة حافظة تحفظي فيها التوم. بيبقى عبارة عن لكل نص كيلو توم بنستخدم معلقة صغيرة مليانة من السكر، معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة كبيرة مليانة من الخل، معلقة كبيرة مليانة من الزيت. تمام. وبنحط ده كله ونضربه في الكبة. آم، احنا هنا رجعنا تاني للتوم. بنطحن الطحنة التانية، يعني حطينا كل المكونات الأولانية بتاعت مادة الحفظ، وبعد كده بنرجع نطحنه طحنة تانية. أنا على حسب بقى انتي بتحبي التوم عامل ازاي، بتحبيه كبير شوية باين في الأكل، أو بتحبيه صغير جدا جدا تاخدي منه التست بس، ما تاخديش منه شكل أو حاجة. يعني أنا بالنسبة لي في بيتي مستحيل إن أنا أعمله توم باين، لازم يبقى توم مفروم جدا. تمام. فرمته فرمة كمان وهو وصل معايا المرحلة دي. الفرمة دي بالنسبة لي ممتازة، اللهم بارك، ممتازة. هو بيبان قدامكم هنا كأنه معجون مفروم قوي قوي زيادة، فزي المعجون، ولكن هو اول ما بيتحط فيه طشة مثلا او اي حاجة من الحاجات دي بجد بيبقى صغير جدا جدا جدا، ما بيبقاش باين. وفي نفس الوقت بيديك التست بتاع التوم اللي انت عايزاه وكل حاجة، والشكل اللي مش ظريف بتاع التوم الكبير في الاكل مش بيبقى باين ابدا. تستخدميه بقى مثلا في طشة ملوخية، تستخدميه في البامية، تستخدميه مثلا في تتبيلة السمك، تستخدميه في سلطة الطحينة مثلا لو هتاخدي منه حاجة صغيرة. كل حاجة ممكن كنتي بتستخدمي فيها التوم هي في الكبدة مثلا لو هتعملي كبدة اسكندراني اي حاجة تقدري ان انت تستخدميه. هنا انا عملت اول نص كيلو، ده تاني نص كيلو بحط قدامكم تاني. معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة معلقة يعني شاي مليانة من الملح. 4 حاجات ودول اساسيين في حفظ التوم. ما ينفعش ان احنا نفرمه يا جماعة ونحطه على طول كده، التوم معانا مش هيبقى مظبوط. تمام. وهيبقى مدة صلاحيته قصيرة جدا يعني. بس كده احنا هنا خلصنا كمية التوم اللي معانا وحطيناها في العلب دي. اتمنى الفكرة تكون تعجبكم. الافضل طبعا هنحطها في ازاز وبتتعان في التلاجة او في اكياس وبتتعان في الفريزر عادي. اشوفكم على خير واستودعكم الله. متنسونيش حبايب قلبي في الاشتراك والسبسكرايب، ومع السلامة.